بونجور، اخباركم ايه النهارده؟ انا ميمي. النهارده هزرع عقل الورد البلدي. اوكي، انا جايبه كده عقلتين، مش مهم رفيعين او صغيرين، اهم حاجه ان هم لونهم اخضر وجواهم العصاره لطيفه وظريفه كده، مش ناشفه ومخشب. يعني لما تيجي تقطع تحس انك بتقطع خشب كده، دي باظت ميته الفرع ده. احنا عايزين فرع كده. طيب بندور بقى على ايه؟ شايفين النقطه دي؟ لكن دي مش شوكه، بصوا جايبها لكم من على الجنب كده. اللي تحت دي اسمها اسمها النوديول، بس دي لما بتتحط في التربه بتعرف على طول كده ان هي في حواليها تربه فبتطلع جذور. طب لو هي في الهواء لا، بتعرف ان هي محتاجه تطلع فروع وتطلع ورق. هنمشي نمشي كده مع العقله. هل في تاني نبض تانية؟ لما العقله بتخلص ونلاقي اهي واحده جديده على الجنب، يعني مع كل انتهاء عقله في بقى فوقيها نب، هي دي اللي بتطلع وتتزرع. انا ازرع اعمل ايه؟ شايفين دي؟ هحاول اقسمها نصين بحيث ان مثلا ادي يبقى هنا نب كده للجذور، واللي فوق دي تطلع ورق. هقسمهم كده بحيث ان يبقى كل واحدة فيها عقلة، 2 تقريبا، يعني عقلتين او 3. ودي برضو هنيجي مثلا نقسمها. ادوا شايفين هنا الاخضر ده باين اكتر، شايفين النبض دي اهي، دي ادي واحدة هقطعها بميل كده. بصوا ده كده حطيت كده خلاص التربة، وحطيت كمان جزء من العقل. العقلة واحدة هوريكم هنعمل فيها ايه. هجيب هرمون تجدير كده، اغطي كل الجزء التحتاني اللي المفروض هيتجدر، وهحطها كده واغرزها واقفل عليها. وهجيب كيس وهغطي بيها. هتتسقى كل مثلا اسبوع مرة مثلا. هتحتاج علشان تبتدي تطلع تتجدر، محتاجة ممكن من 20 ل 30 يوم. هنغطيها بكيس كده، وبعد كل مثلا 3-4 ايام او 5 ايام هشيل الكيس، ابص التربة محتاجة تترش ولا لا، محتاجة رطوبة تترش، احط صبعي كده واطلع لقيت في التربة ماسكة في صبعي كده، ده معناتها ان التربة لسه فيها مية، يبقى ايه مش محتاجة تترش. حطيت صبعي ولقيته طالع مفيهوش اي تراب اي حاجة خالص وجاف جدا، ده معناته ان التربة دي نشفت ولازم تترش تاني مية كويس علشان العقل ما تنشفش وتموت. اوكي، وهفضل مغطياها بالكيس الشهر كامل. احطها في مكان شبه ضليل، يعني شبه ظل، يعني زي كده ورا شباك كده. اوكي، عشان تاخد ضوء الشمس ويبقى كمان متفلتر من الكيس، بس من ضوء الشمس مش قوي عليها. اوكي، بس اهم حاجه ان احنا اما نحط عقل نحط جل التجدير، ده مهم جدا. لو ما فيش جل التجدير يبقى نستخدم جل الالوفيرا. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب، ولو انتوا على التيك توك او الانستجرام تعملوا فولو. شكرا، باي باي.